المقبرة اللي بتتغير كل ليلة. أنا عمري ما كنت بصدق الحكايات اللي بيحكوها عن المقابر القديمة دي، لحد الليلة اللي قررت فيها أروح هناك بنفسي وأشوف كل حاجة بعيني. القرية اللي بتكلم عنها ديت قرية صغيرة جدا كده، كأن الزمن واقف فيها أساسا، بس فيها مقبرة شكلها مش طبيعي. الناس هناك بيقولوا إنها بتتغير كل ليلة، واللي بيبات جنبها مش بيرجع زي ما دخل. الموضوع استفزني قوي، وانا شخص فضولي خلاني اخد شنطتي وكمرتي ورحت هناك في عز الليل. واول ما دخلت حسيت ان المكان مش طبيعي. الهوا كان بارد، بس مش برد عادي، برد يخش في عظمك. القمر كان بينور، بس الغريب ان خيال القبور كان بيتحرك كأنها بتتنفس. قلت يمكن اوهام. ثبت الكاميرا بتاعتي وقعدت على الارض. الساعة جت 2:47. كل حاجة بدأت تتغير فجأة. الارض تحتية بدأت تتهز، وبعدين سمعت صوت زي همس بيقرب، كأن حد بيقول اسمي. ببص حواليا، مفيش ولا بني ادم. وبعدين شفت طفل واقف وسط القبور، لابس ابيض، بس وشه مش باين، مش واضح. صوته كان مرعب قوي وهادي قوي، بس كأنه جاي من جوه دماغي. قال لي: رجعوا اللي سرقتوه قبل ما تاخد مكانه. انا اتجمدت، مكنتش عارف افكر قبل ما الحق اساله حتى واقول له اي حاجه. حسيت بدوخه وكل حاجه ضلمت. انا صحيت تاني يوم الصبح في سريري، معرفش ازاي. قلت يمكن حلم، بس لما بصيت على هدومي كانت متوسخه طينه، والطينه دي كان لونها غريب قوي زي اللي شفته في المقابر هناك. بس اللي رعبني اكتر ان كان مكتوب بخط قديم على ظهري في القميص اللي كنت لابسه: الليلة الجاية دورك. تحب ارجع هناك تاني واكمل اللي بدأته، ولا كفاية كده؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.